النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم قوي، ال ADHD أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. بس مش بالطريقة اللي كلنا متعودين عليها. لا، احنا هنبصله من زاوية تانية خالص، وهنقلب مفهومنا عنه تماما. في جملة كده، أي حد عنده ADHD هيحس بيها قوي. جملة بتلخص بالظبط إحساسنا كل يوم، التناقض اللي عايشين جواه. الكوميديان روري بريمينر قالها ببراعة: ال ADHD هو أعز صديق ليا وألد أعدائي، يعني الاتنين في نفس الوقت. والحقيقة إن الموضوع ده في مصر بالذات ما بقاش حاجة غريبة، لا ده بقى جزء من كلامنا اليومي. وطبعا كلنا فاكرين مسلسل زي خلي بالك من زيزي اللي بصراحة فتح عيون ناس كتير وخلى الحوار عن ال ADHD إنساني وواقعي أكتر. طيب، قبل ما ندخل في الحكاية الجديدة دي، تعالوا بسرعة نفتكر مع بعض القصة التقليدية، القصة اللي كلنا تقريبا حافظينها صم. التعريف الرسمي أو يعني الكلام اللي في الكتب بيقول إيه؟ بيقول إن ال ADHD ده اضطراب في النمو العصبي. أعراضه الأساسية هي صعوبة في التركيز واندفاعية ونشاط زايد، وطبعا كل ده بيأثر على حياتنا في الدراسة، في الشغل، وحتى في علاقاتنا بالناس. وخلينا نكون واضحين، التحديات دي حقيقية 100%، محدش يقدر ينكرها. صعوبة التركيز، القرارات اللي بتتاخد بسرعة من غير تفكير، الإحساس إن لازم تتحرك طول الوقت، النسيان اللي ممكن يضيع حاجات مهمة. أيوة، كل ده حقيقي. والحياة في عالم مش مصمم للمخ بتاعنا ده بتبقى مرهقة، مرهقة جدا. تمام. ده كده الجانب اللي كل الناس بتتكلم عنه. بس هنا بقى السؤال المهم: ماذا لو كل ده كان مجرد نص الحكاية؟ النص التاني فين؟ الفكرة كلها هي إيه رأيكم نغير النضارة اللي بنبص بيها على الموضوع؟ بدل ما نقول دي أعراض أو مشاكل، نقول عليها سمات أو خصائص لمخ بيفكر بطريقة مختلفة. ومش بس مختلفة، دي ممكن تكون مصدر قوة، قوة بجد في مواقف معينة. وهنا لازم نأكد على نقطة مهمة جدا. إحنا مش بنقول إن مفيش صعوبات، لا طبعا فيه، لكن بنقول إن جنب كل صعوبة في نقطة قوة مش واخدة حقها. لما بنبص على الصورة كاملة بنكتشف إن في حاجات مميزة جدا اللي ناس كتير دلوقتي فعلا بتسميها قوة خارقة. طيب، كلام جميل. بس إيه هي بقى القوة الخارقة دي؟ وهل ده كلام وخلاص ولا في حاجة بجد؟ تعالوا نشوف. بص، المخ العادي عامل زي القطر اللي ماشي على قضبان من محطة ألف لمحطة ب، واضح ومباشر. مخ ال ADHD بقى عامل زي شبكة عنكبوت، كل الخيوط متوصلة ببعض. فجأة تلاقيه بيربط بين فكرة فيلم شافه امبارح ووصفة أكل، ويطلع منهم بفكرة مشروع جديدة تماما. دي قدرة على ربط حاجات تبان ملهاش أي علاقة ببعض، ودي عبقرية. طب ايه اللي بيخلي الابداع ده يحصل؟ اولا، الصوت الناقد اللي جوه دماغنا كلنا عندهم بيكون واطي شويه، فمفيش حاجه بتوقف سيل الافكار. والحاجه التانيه، السرحان اللي الناس بتشتكي منه، ده مش سرحان وخلاص، ده المخ بيكون في رحله استكشاف، بيجمع معلومات وافكار من كل حته. عشان كده بنسميه شرود الذهن المنتج. نيجي بقى للقوة الخارقة التانية، ودي جبارة بجد، الهايبر فوكس أو التركيز الخارق. عارفين إحساس لما تكون مندمج في حاجة لدرجة إن لو قنبلة ضربت جنبك مش هتحس؟ هو ده بالظبط. قدرة على الدخول جوه مهمة أو موضوع بيحبوه لدرجة إن العالم كله بيختفي. طبعا دي بتخلي الإنتاجية توصل للسما. بس زي أي قوة خارقة ليها جانب تاني. في حالة الهايبر فوكس دي ممكن الشخص ينسى ياكل، ينسى ينام، ينسى مواعيده المهمة. الوقت فعلا بيتسرق منه ومش بيحس بيه خالص. طيب، نيجي للكلام الكتير. دايما بيتقال عليهم رغايين أو ما بيتفصلوش. طب ما تيجوا نبص لهم من ناحية تانية. مش يمكن اللي بيتكلم كتير ده هو في الحقيقة متحدث رائع؟ شخص عنده كاريزما، دمه خفيف، وبيعرف يفتح مواضيع ويخلي القعدة حلوة؟ بالظبط كده. السمات دي بتترجم لقدرات اجتماعية وعاطفية حقيقية. يعني هنلاقي ذكاء اجتماعي عالي، حس فكاهة مش طبيعي، قدرة رهيبة على الإحساس باللي قدامهم والتعاطف معاهم. ده غير الطاقة العالية والعفوية اللي بتخليهم فعلا روح أي قعدة وأي مكان. طيب، السؤال اللي بمليون جنيه بقى: إزاي نوازن بين الاتنين؟ إزاي نستخدم القوة الخارقة دي وفي نفس الوقت ما نغرقش في التحديات اليومية بتاعتها؟ قبل أي حاجة عملية لازم نفهم حاجة نفسية مهمة قوي. في مصطلح أجنبي بس معبر جدا اسمه جدار الأهوال. تخيلوا كده إن كل تجربة فشل، كل كلمة نقد، كل إحساس بالخجل بيبني طوبة في جدار قدامك. مع الوقت الجدار ده بيبقى عالي قوي لدرجة إن مجرد التفكير إنك تبدأ حاجة جديدة بيبقى مرعب. الحل هنا إيه؟ الحل إننا نبني للمخ ده نظام تشغيل خارجي. يعني إيه؟ يعني المخ ممكن يكون الهاردوير بتاعه عبقري، بس السوفت وير بتاع التنظيم والتخطيط فيه مشاكل شوية. فإحنا بنجيب له السوفت وير ده من بره،
بنساعده بأدوات خارجية. طب نعمل النظام ده إزاي؟ الموضوع بسيط ومحتاج شوية خطوات عملية. أولاً، خلي كل حاجة قدام عينك، استخدم قوائم مهام ولوحات بيضة. تانياً، الوقت لازم يكون حاجة ملموسة، استخدم منبهات وتايمرز. تالتاً، أي مهمة كبيرة بتقفلك كسرها حتت صغيرة، خطوات بيبي كده. وأخيراً، ظبط البيئة اللي حواليك، شيل أي حاجة بتشتتك. وفي الآخر وبعد كل الكلام ده، في فكرة واحدة بس هي أهم حاجة لازم نطلع بيها. الخلاصة يا جماعة، مخ ال ADHD مش بايظ ومحتاج يتصلح، هو بس مختلف. الهدف مش إننا نخليه زي المخ العادي، الهدف إننا نفهمه ونخلق له البيئة والأدوات اللي يقدر ينجح ويبدع فيها. ده مش عيب محتاج إصلاح، دي موهبة محتاجة استثمار. وناس كتير جدا لما فهموا دماغهم بتشتغل ازاي وقدروا يستثمروا فيها، اكتشفوا انها فعلا زي ما بيقولوا نعمة مش نقمة. لما بتعرف تتعامل معاها صح، بتتحول من أكبر تحدي في حياتك لأكبر ميزة عندك. وهنا بقى نسيب كل واحد مع نفسه يفكر. بعد كل اللي سمعناه ده، تفتكروا إيه هي القوة الخارقة اللي ممكن تكون مستخبية جوه طريقة التفكير المختلفة دي؟